قبل اي حاجه كل الاحترام لكل المهن اللي موجوده واللي من ضمنها كباتن الدليفري واللي انا شخصيا اشتغلتها زمان. بس بصراحه بقى في شويه حاجات كده مستفزه بقوا بيعملوها بقالهم فتره محتاجين نتكلم فيها. أهلا بيك في بتوى حاجات. المسمى الوظيفي للمهنه دي هي خدمه توصيل الطلبات للمنازل او للمكان اللي انا موجود فيه. يعني انا بطلب السلعه او ايا كان الخدمه وبطلب ان هي توصل لحد البيت او لحد المكان اللي انا متواجد فيه، واللي بالمناسبه بتبقى خدمه مدفوعه الاجر. يعني المكان اللي بيقدم لي الخدمه او بيبيع لي السلعه بياخد مني فلوس على خدمه التوصيل، فانت مش عامل معايا الموضوع تكرما، فاستاذنك يعني مع كل الاحترام والحب والتقدير اتعامل معايا كويس يعني وبدون تأفف. يعني ما تحسسنيش ان انا طالب ان الحاجه توصل لي تقديرا ليك، واستاذنك ارجوك ما تقوليش انزل استلم مني الاوردر او تعالى قابلني في الحته الفلانيه، لان لو انا نزلت او لو هروح اقابلك في الحته دي طب ما كنت رحت اشتريت الحاجه بنفسي. والله الموضوع مش تناكه يعني، بس ساعات الواحد بيبقى طالب حاجات لحد موجود في حته تانية، حد مش هيعرف ينزل، فما تصعبهاش علينا يعني. وحاجه تانية، انا لما باجي اعمل اوردر بيطلب مني العنوان بالتفصيل، المحافظه، المدينه، الحي، الشارع، رقم العماره، واتنين يضمنوني. فممكن اعرف ليه حضرتك بتتصل بيا تطلب مني العنوان بالتفصيل تاني؟ يعني هو مفيش اي مبرر للحركه دي غير انك محتاج بس تطمن عليا وتسمع العنوان بصوتي. وبمناسبه المكالمات بقى، هو ليه كل كباتن الدليفري اساميهم على ترو كولر رتب وجهات سياديه؟ يعني انا جمعت لكم شويه اسامي من الناس اللي انا اتشرفت انهم وصلوا لي طلب في يوم من الايام: سياده اللواء، جهه امنيه، وزير الوزراء، يعني ده اخترع لنفسه وظيفه جديده، امن دوله. ومعلش ثواني، في اسامي تانية محتاجه بقى مبررات، يعني لازم مبرر للاسامي دي. يعني انت ليه اسمك على ترو كولر ما تشغلش بالك او مالكش دعوه او خليك في حالك؟ وفي اسم تاني بقى انتوا لازم تشوفوه عشان تتاكدوا ان انا ما بحورش عليكم، بيقول لك مش لازم تعرف انا مين، وكاتبها مرتين بياكد عن معلومه. لا يا اسطى معلش، انا لازم اعرف انت مين. يعني هي ممكن تبقى مفاجاه ليك بس معلش انا لازم اعرف. ومش هنكر ان انا لما بطلب اوردر من على اي منصه او اي موقع ببقى محتاج ان هو يوصل في اسرع وقت ممكن، ودلوقتي اغلب الاماكن بقت بتكتب وقت توصيل متوقع. فممكن اعرف ليه حضرتك بتتفاجئ لما تتصل بيا قبل الميعاد ده ب7 ساعات او 8 ساعات وتستغرب ان انا مش موجود؟ يعني هو شكرا على سرعتك وكل حاجه يعني، بس ما انتوا اللي كاتبين يا عم. وما ينفعش برضه تتصل بيا وتقول لي انا قدام الباب. صح، هو ليه في ناس منكم بيبقوا حرفيا قدام الباب؟ يعني هو حرفيا قدام الباب بجد، اللي هو تفتح باب الشقه تلاقيه واقف مكان الحل. هو في ايه يا اسطى، في ايه؟ وخلينا ناكد تاني ان الكلام طبعا مش عام وما بينطبقش على ناس كتير، بس في شريحه معينه منكم كده عندها شويه حاجات محتاجه تتظبط، وربنا يكون في عون الناس عشان في بعض الناس اللي بيتوصل ليها عندهم مشاكل ومحتاجين يتعالجوا. وانا شخصيا لما كنت شغال دليفري حصل معايا شويه مواقف هحكي لكم واحد منها دلوقتي. وانا صغير كنت بنزل اشتغل في الاجازات في سوبر ماركت جنب البيت، كنت بروح اوصل طلبات في حتت قريبه من المكان. ومره طلعت شايل اوردر مثلا بحوالي 500 جنيه في 2008، يعني كانك شاري حاجات مثلا ب 4000 جنيه دلوقتي، جبن بقى على بيض على مجمدات على منظفات وليله كبيره. المهم الراجل طلع يستلم مني الاوردر وخده يراجعه واحده واحده، حرفيا واحده واحده، مسك كرتونه البيض راجعها بيضه بيضه عشان يتاكد ان مفيش حاجه منهم مكسور، وده طبعا حقه. وبعد كده دخل على المجمدات وراجع كل ايتم كانت موجوده في الطلب لحد ما وصل للجبن، فتح طبق الجبنه الرومي ودقها لقاها دلعه زي ما هو مش عايز، اما رجعني بالاوردر كله. وفي شويه مواقف تانية هبقى احكيها لكم بعدين عشان مستني اوردر.